أحسنتم يا أصدقائي، لقد حددتم المكان بدقة. نعم، إنه مشهد ريفي من الوسط التونسي. والآن سوف نتعرف على الخصائص التضاريسية لهذا المشهد. تابعوا جيدا هذا المقطع ولاحظوا كيف تبدو الأرض في كل مرة. هل هي مسطحة أم هي مرتفعة؟ هل توجد جبال أم هضاب؟ هل عرفتم الخصائص التضاريسية لهذا المشهد الريفي؟ حسناً، في الوسط التونسي نجد أن التضاريس تتكون من السهول، وهي أراضٍ منبسطة تمتد على مساحات شاسعة. الهضاب، وهي تضاريس منبسطة وأحياناً محدبة، وتكون الأودية فيها ضيقة وعميقة. الجبال، وهي تضاريس تتميز بالارتفاع وشدة انحدار السفوح، مثل جبل الشعامبي.